النهارده وصفتي ليكم هتبقى عن الكرواسون اللي هو الترند اللي نزل جديد على السوشيال ميديا كله وقلب الدنيا. جميل جدا وطعمه بقى تحفه، هاشش كده من جوه وكمان مقرمش وطعمه بصراحه في منتهى الجمال. عايزاكم تجربوا الوصفه دي كلها للنهايه وتشوفوا معايا طريقه خطواته ومقاديره وكل التكات بتاعته. وكمان هوريكم الزبده اللي انا عملتها النيوزيلندي الاصلي بوش القشطه، عملتها بيه ازاي. دي الزبده اللي انا قلت لكم دلوقتي اللي انا عاملاها بيها، اللي هي الزبده النيوزيلندي الاصليه اللي انا عملتها من وش اللبن. جميله جدا وتحفه. هجيب كوبايه الا ربع ميه وكوبايه الا ربع لبن، وهنزلهم في العجان او على ايديكي يعني متوفر معاكي. هنزل معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره خميره اللي هو الباكو الكامل. هنزل مكعبين 3 زبده وهنزل عليهم نص كيلو دقيق. هقلبهم بقى في العجان مع بعضهم كويس جدا. بس اهم خطوه فيه ان انتي تسيبيه 10 دقايق يتعجن وياخد راحته في العجان. اظبطي بس لو عندك ساعه اظبطي على 10 دقايق بالظبط، واول ما تخلص معاكي هتطفي عليه. بس كده انا خلاص خلصت العجنه الاولانيه، بس هتاكد ان ملمسه حلو ومش بيلزق. لو في تلزيقه بسيطه هتسيبيه في العجان دقيقتين 3 كمان وبعد كده تطفي عليه. فانا هديله ضربه كمان عشان حسيت ان في تلزيقه كده بسيطه فيه. بس هضربه كده وهبدا بقى هقفل عليه العجان بتاعي. وبعد كده هطلعه بقى ايه في بوله صغيره اسيبه يخمر. هو سهل جدا بسيط ومفيهوش اي حاجه، يعني مكوناته كلها بسيطه. طبعا كلنا عارفين الكرواسون اهم حاجه فيه بس ايه الطبقات اللي بتتفرد بيها. هي ده الكرواسون بس مفيهوش اي حاجه وخطواته كلها في منتهى الجميل. بس هتاكلي احلى كرواسون بقى عاملاه في ايدك في البيت، وكمان هيبقى يطلع معاكي ناجح من اول مره هتعمليه. بس هجيب كده بقى العجينه بتاعتي هحطها كده في بوله صغيره وهسيبها تخمر. بصوا العجينه جميله جدا، تحس ان انتي عامله زي المستيكه كده وانتي بتشديها. يعني تحفه منتهى الجمال وبتمط معاكي. هدهنها بس نقطه زيت بسيطه عشان خاطر ما تلزقش معايا في البوله، وهسيبها تخمر لمده ربع ساعه. في الربع ساعة ديت بقى هكون بقى ايه سبتها تخمر كويس جدا عشان اقدر افردها واكون طلعت الزبدة. طبعا فردتها ما بين كيس تلاجة عشان احطها على طول على العجينة. كده بعد ما خمرت معايا بص طالعه جميله والعجينه ناجحه معاكي من اول مره ان شاء الله هتعمليها وتجربيها. هتنجح معاكي وهتطلع في منتهى الجمال. هجيب بقى رشه دقيق هحطها على الرخامه، اهم حاجه الرخامه بتاعتك بس تكون نضيفه وانت بتشتغلي عليها. وهنزل عليها عجينه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبدا اجيب المردنه وهبدا افرد العجينه. هفردها بحيث اللي هي تطلع معايا مستطيل طويل كده شويه عشان خاطر تاخد معايا الزبده وانا بقلب الزبده فيها. كده دي منظر الزبدة بعد ما عملتها في ما بين كيس تلاجة فردتها بالمردانة عادي. اهم حاجة وبعد كده هبدأ احطها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الخطوة بقى بتاعت الفرد ديت هتعمليها طبقات، ممكن 6 طبقات ممكن 7 طبقات، يعني حسب ما انتي تقدري تعمليها عشان تطلع معاكي مورقة بقدر الامكان. بس هفردها بقى كده فردة كمان. واول ما احس ان انا وانا بفرد فيها الزبدة بدأت تسيح معايا كده جوه، هبدأ احطها في التلاجة لمدة 10 دقايق تجمد معايا تاني، واطلعها واكمل فرد فيها. بس انا اول خطوة هعمل كده طبقتين 3 على قد ما اقدر وعلى قد الزبدة معايا ما هتستحمل معايا في الفرد. بس زي ما انتوا شايفين باخدها كده رول، بعملها مستطيل عشان اقدر اعملها بقى ايه الطبقات دي. بس انا حسيت ان الزبده كده بدات تطلع معايا فبدات بقى ارش على صينيه كده رشه دقيق، وهدخلها التلاجة لمده 10 دقايق كمان. تجمد بس معايا كده شويه هطلعها وهبدا اشتغل فيها تاني. هي خطواتها كلها سهله وبسيطه بس هتاكلي حاجه جميله قوي في البيت. بس هبدا بقى كده هفردها، واهم ما بين كل فرده والتانية رشه الدقيق عشان ما تلزقش معاكي في الرخامه. كده انا عملت 4 طبقات وممكن تكملي لغايه 6 طبقات. 6 طبقات تطلعها لك بقى مرقه وجميله وبمنتهى الجمال. ولو عايزه تكتري عن 6 طبقات على قد ما تقدري هتاخدي برضو كروسو تحفه. بس كده انا بفرد بقى زي ما انتوا شايفين، هي طريقه خطواتها كلها في الفرد مش اكتر، لكن العجينه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وبسيطه. بس كده لو ملاحظين كده انا بفرد والعجينه بتلزق معايا عشان الزبده بتبدا تسيح. هاخد بقى كده الجناب دي هحاول اشيلها كده زي ما انتوا شايفين عشان اساوي العجينه. بس الجناب دي مش هتترمى ان شاء الله، كده هعملها برضو لوحديها كده رولات صغننه. هجيب بقى سكينه او مسطره تكون مخصصاها للمعجنات، تبداي بقى تحطيها كده وتقطعي العجينه زي ما انت شايفه بسكينه او بقطعه البيتزا.
تطلع معاكي كده شرايح رفيعة عشان تبدأي تعمليها بالشكل اللي انت شفتيه في اول الفيديو. بس دي خطوة سهلة جدا، وهوريكي طريقة تانية برضو للكرواسو برضو وهو بيتلف. دي اول طريقة. هكون بقى عندي قالب الكب كيك، لان المفروض هو القالب اللي بتتعمل فيه اللي انت بيكون عندك آلات كده صغيرة بتبقى مدورة ومفتوحة، دي بتحطي فيها الكرواسو. بس انا ما كانش متوفر عندي، وعندي القالب الكب كيك فحطيت فيه الكرواسو بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بس وسهل وما فيهوش اي حاجة. طبعا لو حطيتيه بقى لوحده في صينية من غير طبعا ما يبقى في قلب حاجة كده محجوزة ما بينها، هتلاقيه طلع معاه، هتلاقيه نفش معاكي وزي ما يكون ساح كده معاكي. اهم حاجة يكون عندك بس كب كيك او القطعات اللي هي المدورة المفتوحة دي تحطي فيها. الخطوة التانية اللي انا ممكن اعمل الرولو زي ما انتوا شايفين كده، ابرمه كده بالطريقة دي هيديني طبقات وتوريقات جميلة. وهقطعه برضو بالسكينة كده قطع بس تكون حجمها تكون كبيرة سنة كده عن اللي انا قطعتها. بس وهحطها كده في الصينية. دولت انا كنت حاطاهم في الصينية بس رصاهم عبال ما اخلص الصاج اللي انا كنت حاطه فيه بتاع الكب كيك، وهبدأ احطهم فيه تاني. بس خطواته كلها سهلة. هتشغلي الفرن على درجة حرارة 200 وهيطلع معاكي في منتهى الجمال زي ما انت شايفة. دي كده الكروسو جامد جدا. ان شاء الله تعجبك الوصفة، ويا رب تكون الوصفة كانت سهلة عليكم النهاردة. عايزاكم بقى لايك وشير كتير قوي للفيديو، وما تنسونيش في السبسكرايب للقناة. يلا باي باي، مع السلامة.